ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في الوصفة القمر دي؟ سندوتشات السجق كده احسن ما بنشتريها من بره لاولادنا. دلوقتي ولادنا في فترة امتحانات، لازم نعمل لهم كل اللي هم بيحبوه عشان نفتح نفسهم كده على الاكل والمذاكرة. اتمنى كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم. يلا بينا بسرعة كده نشوف ايه هي مكونات ساندوتش السجق القمر ده معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض كده احلى سجق احسن من بتاع المطاعم كده والمحلات للي بيحب السندوتشات السجق بتاعت بره دي. هنعمله بطريقه عظمه جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا كده ندخل على المكونات على طول. انا معايا السجق ده كده، انا ببقى فرماه وشايلاه كده في الفريزر. ومعايا كده البصل والفلفل الحار طبعا لان هو حلاوته بالفلفل الحار. ومعايا كده شويه صغيره كده من التوابل، معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل، وما نكترش الفلفل عشان احنا حاطين فلفل حراق، ومعلقه من الثوم البودر والبصل البودر، ومش اكتر من كده علشان السجق بتاعنا بيبقى فيه توابل. وطبعا الكميه دي بترمي معانا كتير جدا. هنعمله كده سندوتشات، اللي بيحب السجق بقى واللي بيحب معاه حاجه تانية يعمل الحاجه التانية. بس بجد طريقه تحفه جدا. يلا بينا كده نشوف ايه هي المكونات كده ونبدا بيها. احنا خلاص عاملين كده السجق بتاعنا فرمينه كده. هنبدا نفرمه كده مع الخضار بتاعنا ونرجع تاني. بس اهم حاجه خليكم معايا للاخر، ما تنسوش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص فرمنا كده السجق بكل التوابل والخضار بتاعنا، حطينا هنا كده في الحله بتاعتنا كده، حطينا كده معلقه كده صغيره خالص من السمنه، وهننزل عليها بالسجق بتاعنا وهنفضل نشوح فيها. وطبعا احنا حاطين كل التوابل، مش هنحتاج اي حاجه تانية. هنفضل نشوح فيه كده شويه ونرجع تاني مع بعض. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في الساندوتش التحفه ده؟ حكايه ساندوتشات السجق اللي بنشتري زي اللي بنشتريها من بره، طعمها اطعم بكتير من بره. حاجه كده تحفه جدا، حاجه نظيفه وضمن نظافتها وجودتها لاولادي. طبعا احنا فتره امتحانات، ربنا ينجح كل اولادنا يا رب العالمين. لازم كده نعمل لهم كل الاكل اللي بيحبوه ويفضلوه عشان يفتح نفسهم كده على الاكل. بتمنى الوصفه تبقى خفيفه على قلبكم، وتزوروني دايما على قناتي وتدعموني دايما بلايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لك كل جديد. ودلوقتي اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.